من الشيطان الرجيم. قطرات الندى. سلوان محمود. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. عاوزة تحس بيومك ويكون كله طاقة؟ تابعي قناة بيوتنا بكل بساطة. صباحكم زي الفل. بصوا بقى، ايمان جهزت لنا الفطار النهارده. عيد ميلادي بكره. يا نهار اسود منيل تطلع كده لوحديها. عملت فول، وباباها جاب طعميه، جابت المخللات بتاعتنا، وقطعت لنا شهد حلوه يا روفي يا ندى مسكره، وبيض والحاجات بقى، والفجل والجرجير حلو قوي. ودي طبق كان فيه طحينه. ابو سيف كان بياكل فيه امبارح، قال لك هاتوا انا عايزه، هحط عليه شويه فول وياكله. بس اتفضلوا معانا بقى. صباحكم زي الفل. يا مساء الفل والانوار. الحمد لله على السلامه. هلا هلا، اشتقنا ليكم يا ما هلا هلا. فاكرين الاغنيه دي؟ الحمد لله على السلامه. هلا هلا، اشتقنا ليكم يا ما هلا هلا. 2 يوليو، ايمان عيد ميلادها بعد بكره. كل سنه وهي طيبه. وعملت اول كوبايه قهوه بقى لينا في البيت، وتمر اللي احنا جايبينه معانا، بيقولوا عليه بشاير هناك، وحطيت طحينه وعليها سيكه زيت جوز هند، بيقول لك بتبقى خطيره. والمحروقه احمرت واصفرت واتحرقت، بس بطاطا. بصوا ايديا. كل سنه وانتم طيبين، وكل صيف وانتم طيبين وبألف خير يا رب، وينعاد علينا وعليكم الايام بالخير. احنا خلصنا الصيف والعيد بسرعه، عيد وبعد منه صيف، والدنيا خلصت سريع سريع. صح يا عم الحاج؟ بصوا يعني دراعتها يا حرام. والله يا جماعه حطيت صن بلوك واشترينا، يعني انا رايحه بازازه مليانه وواحده تانية صغننه، يعني كبيره وصغننه، تمام. وابو سيف اشترى لنا واحده من هناك كمان. فعايزه اقول لكم ولا اي حاجه كانت نافعه فيهم، لان بيدخلوا جوه الميه ويقبوا، يدخلوا ويقبوا في الميه المالحه مع الحراره بتاعه الشمس. اكلتهم بجد، خلصت عليهم، ربنا يهديهم. مش مشكله. تي تي تي. ناخد صوره حلوه كده. يا صباح الفل، عاملين ايه يا حلوين؟ بصوا، هعمل زبده، هسيح زبده. دول 2 كيلو جبتها من عند ام سيف جارتي. ام سيف جابتها لي معاها وهي جايه من البلد، هي ما بتبيعش بس هي جابت لي وهي جايه من البلد، تمام. جابت لي الكيلو على 200 على فكره. بقى لهم شويه في الفريزر، يعني تقريبا من قبل العيد. فبطلع 2 كيلو 2 كيلو اسيحهم، فانا هطلع 2 كيلو دلوقتي واسيحهم، تمام. بصوا الزيتون اللي جايبينه معانا من مطروح خلص، جميل حلو قوي. بس بتاعي احلى، بتاعي متشطشط ومولع كده. بس فهنسيحهم. اول حاجه هنصبح بيها صبحنا، هنسيح الزبده، ولو في شويه مرطه هيطلعوا اعمل بيهم بيضتين انا وابوف نفطر بيهم. صباحكم زي السكر. صباح الانوار، صباحكم زي الفل. بصوا بقى، جايبه حاجات من ماي واي. عايزه اقول لكم من قبل العيد وانا طالبه اوردر، عايزه اطلب ومش بيردوا عليا، بس طلبوا عليا امبارح، ردوا عليا امبارح، والحمد لله الاوردر جالي النهارده. عايزه اقول لكم ان العيال هيموتوا على الزيت ومش لاقيه زيت، وجبت لهم زيت البرهان. والله جبت ازازه ب 200 جنيه، البرهان ب 200 جنيه يا جدعان، تمام. وما حبوهاش وما عجبتهمش، وريحته ما عجبتهمش، ولزجته على الشعر ما عجبتهمش. ليه؟ اسمده البرهان جميل على حسب كل واحد يتعود على ايه على فكره. بس فجبت لهم ايه، زيت للتطويل، كليوباترا لشعر طويل وقوي. البنات اللي بتقولي ايه سر بناتك، هم بناتي ما بيستخدموش غير ده. والله عارف، اذا اقول لكم رجعنا من مطروح، شيماء عماله تزن يا ماما عايزه زيت، يا ماما عايزه زيت، واللي جوه مش عاجبني. وده الشعر ناعم ولامع. بصوا دايما بحط لهم ده وبستخدم ده لما بنبقى خارجين مثلا، ولا عندنا مشوار ولا حاجه، بنحط من ده لمعه خطيره وريحه تجنن، تمام. ريحته حلوه. البرهان ريحته تقيله جدا كده، تحسي ان انت حاطه على راسك ايه، زيت زيتون، زيت حبه البركه، فاهمين يعني؟ ما مغيرينش في ريحته اي حاجه خالص، سايبينه بخيره كده، بس لونه احمر. ليه؟ معرفش، الزيته لونها حمراء، فاهمين يعني؟ لو نقطت منك نقطه على الهدوم ضاعت كلون ودهون، تمام. فتجربتنا مع البرهان ما كانتش قد كده. بس جبت ايه تاني؟ المفروض ان انا جبت الكيس الكبير دون بتاع فيجيتار، وجبت ده حلو قوي دون. بصوا ده اسمه شاي للهضم والقولون،
بجيبه لابو سيف بيريحه، مش فاكره بكام والله، مش فاكره حاجات كتير بكام. دي جايه هديه مع الاوردر عشان عملت ب 300 نقطه، وجبت لهم جيركنين شامبو للتطويل. جيركنين شامبو للتطويل. الشامبو ببقى ماشيه تطويل مره وتنعيم مره، فاي حاجه بتمشي تمام. بس وجبت فيجيتار، وده معطر اسمه نسيم الجبال، جايباه لحد وبعد كده فشكلت، وده قالت لا مش عايزاه خلاص بعد ما جه. ما شاء الله بطلب لاي حد معايا على فكره. ده منظف ومطهر ومعقم، قلنا عشان نمسح بقى الارضيات، والصيف جه وشلت السجاجيد وكل حاجه. وجبت لابو سيف وسيف كريم، جبت لهم ده ضد القشره بالشاي الاخضر علشان الصيف وحر الصيف بقى وعرق الصيف. وده اكتيف مان. البطرمان صغروه. انا كنت طالبه الكبير الربع كيلو، هو ده ربع كيلو وده ربع كيلو، مش عارفه، نبقى نشوف مكتوب عليه ربع كيلو ولا مكتوب عليه كام، بس ما اعتقدش ده ربع كيلو يمكن. بس وجبت الزيت وجبت ده. بصوا البنات اللي بتقعد بقى تسالني مفيش حاجه اسمها كريم مزيل رائحه العرق، مفيش حاجه اسمها كده، اهو في حاجه اسمها كده اهي، كريم مزيل رائحه العرق بالزبادي، وده رائحه العرق بالزبادي والخيار، وعندي جوه باللافندر تمام اهو. مشوا حالكم اهو بتعرقي وتخري عرق، والله العظيم تشري عرق كده، والريحه حلوه، مفيش اي روايح مفيش اي حاجه. بس انتوا بس اللي ايه بتقعدوا تعندوني وتقولي لا مفيش انت جاهله ما تفهميش حاجه. اقول بقى اللي كانت بتقول لي انت جاهله مفيش حاجه، اقول لها ايه، انا مش هشتمك عشان انا مؤدبه ومتربيه. اهو مزيل رائحه العرق، والله يا بنات بنعرق بطريقه رهيبه وتحفه. وامن للبنات الصغننين، اي بنوته صغننه تحطه امن جدا ليها تمام. بيشيل الريحه بس مش اكتر، بيقضي على الروايح والبكتيريا، لكن العرق شغال عادي جدا، انا بقول لك 48 ساعه بس هو 12 ساعه اخره تمام. يعني ترجعي تاخدي تشاور وعايزه تخرجي حطي تاني. وجبت دون اول مره اجيبه اجربه، التانيين مش لقيتهم. بيبي كريم للوجه، بس هي دي حاجات السكين كيور بتاعتنا او الحاجات اللي اهتمام بينا يعني ببشرتنا وشعرنا والدنيا دي كلها. وجابوا لي الكتالوج بتاع ماي واي بتاع الصيف عشان لسه اول اوردر في الصيف يعني تمام. عندهم حاجات حلوه جدا. دي شركه ماي واي يا جماعه، شركه ماي واي شركه دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقى ليها فروع في بلدان كتيره جدا، ليها فرع في السعوديه وليها فرع في الامارات. بس هو انا مش عارفه يعني الفروع فين بالظبط، بس انا عرفت قبل كده ان هم ليهم فرع في السعوديه والامارات. اهو في المملكه العربيه السعوديه مؤسسه اماريج التجاريه، العنوان جده شارع 60 تمام. المستورد في الاردن شركه نانسي لمستحضرات التجميل، العنوان شارع عبد الله اللوزي الجبهه او الجبيهه عمان الاردن تمام. والمستورد في المغرب مكتوب كلام كده بالانجليزي ايران صبري، ما فهمتش حاجه، ما علينا. يبقى المغرب السعوديه الاردن تمام. وبيقولوا ليهم فرع في الامارات بس انا مش فاكره فين في الامارات بالظبط، بس تقريبا اخرهم يعني اللي عرفته في الشركه، فين في الشركه الله اعلم. بس فشركه مصريه وجميله جدا، وما بنجيبش بقى شامبوهات من هيدن شاندلز ولا الحاجات المقاطعه، بنحاول على قد ما نقدر. وخطيره بجد يا جماعه، حاجتها حلوه جدا. شجعوا منتج بلدكم، الزيت خطير. البتاعه دي حلوه جدا احلى ما تروح تشتري كيسه فيجيتار ابو 10 جنيه ولا ابو 20 جنيه. بصوا ده نص كيلو فيه اقل، بصوا بس خطير، وفيه منه حار وبارد، حلو جدا للبانيه وللحاجات اي حاجه عايزه تعمليها بانيه بتبقى تحفه. بس صباحكم زي السكر كده. بقى من المصيف شرقانين عايزين اكله جامده، فقررت ان انا هعمل لهم محشي تمام. عندي لحمه هطلعها واحمرها في قعر الحله زي ما انتوا عارفين، ونعمل بيها محشي تمام. سلقت الطماطم بتاعتي، وادي البصل بتاعي بيتحمر اهو. بصل كتير، خضره كتير، طماطم كتير، رز قليل. خلصنا المحشي، البنات عملوا سلطه والخضار، هنقعد ناكل، لسه جايه من بره. بصوا بقى رجعنا البيت، رجلي خلاص مش قادره. بصوا بقى يا جماعه، دي كاساتا بالنوتيلا، هي انا حاساها كاساتا زي دي، بس ضايفين عليها نوتيلا، ومن جوه كده في حاجه مختلفه يعني.
يعني هنا فانيليا، هنا لا مش فانيليا، هنا تقريبا جوه مانجا. مانجا. مانجا، هنا مانجا. دي بقى الساده، دي بالنوتيلا ودي ساده. تمام. الساده دي ايه؟ طبقه صفرة، انا مش عارفه طعمها ايه بس طعمها حلو جدا، بس مش مانجا. تحسوها فانيليا قوي. كاسترد، كاستر يا جماعه، دي كاستر، دي طبقه من الكاستر. تمام. بعد كده شوكولاته، وبعد كده ابيض، وفي مانجا هنا اهو اهي جوه. كاستر، شوكولاته، مانجا، فانيليا. والفانيليا دي بصوا بقى فيها ايه، شايفين ده؟ دي قطع فاكهه مجففه اللي بتبقى موجوده في الانجليش كيك. الكاسترد تحفه، خرافه 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 بجد. طبقه النوتيلا يعني معقوله حلوه، بصوا مليانه، تحسوا ان هما ايه، رش 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 رشين عليها نوتيلا. بس انا واخده بالي ان المانجا اكتر في الجزء ده، يعني تحسوا ان دي هي نفس القطعه بتاعت دي، اوكي، بس رشين على دي نوتيلا. فهي زي ده 5 جنيه، 5 جنيه، 15 جنيه في رشه النوتيلا دي. زي ده 15 جنيه في رشه النوتيلا. كاسترد خطيره، يعني حبه الكاسترد اللي فيها من بره دول والليله دي حلوين جدا الصراحه. اللي هو ده انا حطيتها في الفريزر شويه، مسكت نفسها، لان على ما جينا من بره كانت هتسيح، فالحمد لله ما ساحتش. طبقه الكاسترد خطيره 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 بجد، حبيت. هتجربيه تاني اكيد. حلوه بزياده. ايه ده، ايه الجمال ده. بجد تحفه. اول مره في حياتي ادوق الكاساتا. انا قايله لابو سيف ايه، وديني جروبي، حاسه ان الكاساتا هناك هتبقى احلى. فقال لي جروب ايه وتعالي اجيب لك من بلبن. فحلوه الصراحه، لا حلوه. استنوا طب نشوف طبقه الشوكولاته بقى. كاكاو. كاكاو عاديه، الكاكاو العاديه اللي بتبقى موجوده في اي حته. المانجا باينه ان هي مانجا، الفانيليا باينه ان هي فانيليا. الكاسترد اللي من بره ده حلو جدا، طبقه الكاستر. انا عايزه بس ايه اشوف. هي نفس المكونات بتاعت دي، يعني دي هي دي، بس دي رشين عليها نوتيلا، فخدوا 15 جنيه في رشه النوتيلا الكبيره دي مع البندق مع الحاجات دي. دي كاساتا ساده 30 جنيه، وكاساتا نوتيلا 45 جنيه. تمام. حلوه جدا على فكره. ام 30 جنيه دي، انا لما كنت في مطروح كنا بنجيب الايس كريم ب 30 وب 35 من عزه، فدي حلوه جدا على ثمنها وعلى سعرها وعلى طعمها الحلو. لا بجد جربوها. هنا بقى دلوقتي اول يوم جينا ابو سيف ايه بقى، عارفين اللي هو فلسنا خالص، ما كانش معانا فلوس حتى نجيب له حلويات من احمد حسنين، ونسينا وجبنا الحاجات اللي احنا عايزاها وكده فنسينا. فاول ما دخلنا بقول لك يعمل لنا بقى بسبوسه، عارفين اللي هو ماليش دعوه انا عايز بسبوسه. فقمت لقيت اخر كيس يا بنات، والله ربنا نصفني، ربنا نصفني قدام والحمد لله يا رب. لقيت اخر كيس بسبوسه جوه في الدولاب بتاع المطبخ من فوق. رحت جايه بقى ماسكاها وعاملاها، حتى ما كانش عندي سمنه بلدي، كان عندي زبده صفرا، فرحت عامله بيها، وحبه لبن صغننين وعلبتين زبادي كنت جايباهم كده، سبحان الله اعمل بيهم سلطه بنجر. قلت والله لا انا عاملاها له لا يزعل ويقلب علينا بقى. وانتوا عارفين الرجاله، عايزه اقول لكم جاي همدان اصلا ما فيهوش حل بسبوسه ولا غيره، نايم من ساعه ما جينا اوبا ما اقولكوش. عارفين اللي هو تهدي يا عيني، تهدي هو والعيال جايين محروقين حرقه. اللي عندها اي حل يا جماعه للتصبغات والحرقان بتاع الشمس ده تقولي علشان اعمله للعيال، علشان وشهم يفتح تاني وايديهم تفتح. يعني انا بشرتي يمكن انا الوحيده اللي بشرتي ما اسودتش قوي زيهم، اي نعم اسمريت بس بشرتي ما اسمرتش قوي زيهم. هم ضايعين خالص، ضايعين في الضياع. عارفين اللي هو بقوا خلاص بقى، عارفين بقوا شبه بقى ايه اخواتنا في اسوان والسودان والصومال وافريقيا والحاجات دي كلها. لا بقوا حته كده طبق الاصل، انا خايفه يرحلوهم مني. ربنا يهديهم يا رب. اكتر 2 باين عليهم
سيف، وبعد كده شيماء، وبعد كده روفان. ايمان عامله زي حافظت على نفسها شويه. عملت بقى البسبوسه لابو سيف وجهزتها له، وروفي هنا طلعت عروستها دي وكانت بتلعب بيها، كانت ناسياها من العيد ما طلعتهاش تلعب بيها، والله ما فاكره مين اللي كان جايبها لها، بس هي شافتها راحت قفشاها، هاتيها ماما العب فيها، ولها فساتين كده فساتينها ما عجبتنيش خالص، كلها بلاستيك، وانتي هتغيري يا روفي العروسه امال ايه؟ فسبتها بقى تلعب وضيعنا اليوم. وكان اول يوم ده كان همدان خالص، عارفين اللي هو بقينا ننام ونقوم ننام ونقوم بس. فالحمد لله ان احنا رجعنا بيتنا بالسلامه، واشوفكم بقى في فيديو جديد وحلقه جديده، وبه به من سين، وحشتوني يا عيال.